البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي فضاء المراه مع لميا. اليوم واخيرا يعني بنت وعرفتوا شكون اللي معكم بعدا وشكون اللي كيهضر معكم. غير بغيت نقول لكم انه هذا اول ظهور ليا في القناه ديالي. بلا ما نطول عليكم البنات، ندخلوا ديريكتومون في الموضوع اللي درت على قبله هاد لا فيديو هادي. راكم غادي تعرفوا انطلاقا من العنوان يعني هو للمتزوجات فقط. طبيعة الحال حتى اللي مقبله على الزواج، علاش لا تدخل وتستافد حتى هي معنا، علاش لا. بالنسبه للموضوع هو خاص تجربتي مع العمليه القيصريه. اشنا هما المراحل اللي دزت فيها، اشنا هما يعني المخاطر اللي سببتهم لي هاد العمليه من بعد اما دازت 3 سنين. لانه دابا انا راه 3 سنين هادي باش ولدت، وبنتي دابا ما شاء الله راه عندها 3 سنين. يعني انا بغيت ندير لكم هاد لا فيديو باش تشوفوا من بعد ما مرت واحد 3 سنين اشنا هما المخاطر اللي خلات ليا هاد العمليه هادي. نبداو دابا على يعني في المرحله الاولى ديالي كيفاش عرفت انني حامله. المهم مشيت عند الطبيبه، يعني ما عرفتش انايا حتى يعني حتى درت 3 شهور. مشيت عند الطبيبه ديالي، دوزات ليا عادي، دوزات ليا التلفازه وهذا، حيت انا اصلا كنت كنعاني من الكيست، وانا كانوا كيجوني الاعراض بحال ديال الكيست، ما خلانيش انني عقلي نهائيا نفكر انني حامله. مشيت دوزت عادي بحالي بحال الناس، عرفت انني حامله وهذا، قالت لي فيليسيتاسيون راكي حامله وهذا. مي مالوغوزمون ما كملاتش الفرحه، حامله بالكيست وعندي الكيست. يعني نقدر في اي وقت يعني ما ينجحش ليا ويكمل ليا الحمل ديالي، لانه الكيست كنعرفوا بان الماء ديالو كيكون بحال لاسيد، وانا في غالب الاوقات كيدير ليا ليموغاجي، نزيف داخلي، سكيفي خصني يعني مع المعاناه والدواء ويعني كثرت لي كونترول الى اخره. المهم مشيت عند تبعت مع الطبيبه كي قلت لكم، خرجت لي الدواء، بقيت نتبع معاها، ويعني كل 15 يوم كل شهر كنبقى ندير عندها لي كونترول باش نشوف ديك الساعه داك الكيست واش باقي كاين ولا لا، يعني ياك ما مشكل ليا خطوره مع الحمل ديالي ولا لا. وفعلا مرات دوك الاشهر الاولى بخير وعلى خير، كنت فعلا كنعيا شويه وما كنتش عاطيه الراحه نهائيا لراسي. كي كتعرفوا البنات اول حمل ما كتكونش عندك نهائيا واحد التجربه اشنو الحوايج اللي خصك ايفيتي، اشنو الحوايج اللي خصك ديري. يعني كنت بحالي بحال البنات، اول تجربه ليا ما كنت عارفه شنو غادي ندير. سي فري كنت كندخل الانترنت كندير بزاف ديال البحوث، وكان يعني على الحمل والمراحل ديالو الاولى شنو خصني ندير وهذا، ولكن ما نكذبش عليكم البنات ما كنتش كنطبق كلشي داكشي. يعني راكم عارفين حتى الظروف اليوميه راها يعني حتى هي كتفرض راسها. كاين في بعض الاحيان كتكوني مضطره توقفي ساعات وساعات في الكوزينه، ولا الا جا عندك شي ضيف هكا كديري مجهودات وهذا، وكتنساي راسك انك حامله. يعني خصك تكوني يعني تعطي الراحه الكامله للكور ديالك ولراسك، وما تعيش راسك بزاف. انا هاد الشيء كامل ما خديتوش بعين الاعتبار وما درتش بيه، اللي سبب ليا في مشكل مني درت 6 شهور وكان عندي كنترول، يعني باش نمشي نشوف يعني نشوف الحمل ديالي فين وصل. هنا لقاتني الطبيبه انني مهدده بولاده مبكره. هنا فاش قالت لي الطبيبه انه لازم عليا انني نكون ناعسه على ظهري وما نتحركش نهائيا، الا بغيت نمشي للحمام حاشاكم فقط. يعني ما يمكنش ليا نتحرك نهائيا، ميم حتى الصلاه كيخصني نصلي بالقعده. يعني من سميتو ما نوضش ولا ندير شي مجهود ولا لا نهائيا، لانه الرحم في هذه الحاله هذه يعني كان مستعد للولاده في اي وقت.
هنا خرجت ليا تاني الدواء، وبقيت تاني مع الدويان، وبقيت مع المعاناه. وعرفتي عرفتوا يا البنات شي معاناه، يعني اش غنقول لكم، صعب بزاف. لهلي يوريهم شي مسلم، والله العظيم الا صعب بزاف البنات. ما كنتمناش شي وحده تمر في دوك المعاناه، لانه تعذبت انا بزاف في هذا الحمل ديالي. بقيت مستمره هكا يعني على طول، باقيه مجبده في سميتو في على ظهري، ما كنتحركش حتى شي حاجه. وكنت يعني كنعاني ديما من الالم في التحت ديالي، في عند الحوض ديالي ديما الالم بزاف، لان البيبي كان هابط في ديك المرحله. يعني الله يسمح لينا من الوالدين وصافي. الام كتشوف يعني شي معاناه كبيره بزاف قبل ما تستقبل داك المولود ديالها صراحه. المهم، هنا كانت الوالده ديالي هي اللي كانت كتجي ودير ليا شغال ديال الدار، ودير ليا ما ناكل وهذا، لانه انا كنت كي قلت لكم عاجزه انني ندير اي حاجه، ما كنتش كنقدر ندير حتى شي حاجه. ايوا مرات ديك 6 شهور، دخلت في 7 شهور، دخلت في 8 شهور، وانا على نفس الحال بدون حركه. ممنوع عليا المشيه، ممنوع عليا نطلع ونهبط في الدروج. يعني كي قلت لكم بقى غير نعسه فقط. كنكون هابطه وانا ديجا مع عندي الدروج بزاف، وهما اللي خرجوا عليا يعني في المرحله الاولى ديال الحمل ديالي، حيت كنت كنطلع ونهبط بزاف في الدروج وصافي. يعني هنا فين سميتو مشات ليا الهضره. هنايا البنات فين بقيت على هذا الحال هذا حتى دخلت في 9 شهور. فاش دخلت في 9 شهور راقبت الحمل ديالي كيف العاده، درت الكونترول، قالت لي الطبيبه مزيان، رحنا يعني غاديين مزيان. ديجا بعدا في 8 شهور قالت لي راه يعني الرحم ديالك راه رجع للوضع ديالو الطبيعي، يعني كلشي بخير وعلى خير، وما بقيتيش يعني مهدده بولاده مبكره. ولكن هذا لا يعني انه ديري مجهود، غادي تبقاي يعني ناعسه على ظهرك، ما ديريش شي مجهود وما ديريش شي حركات معينه اللي غادي تسبب لك عاوتاني في نفس المشكل الى اخره. يعني فاش قربت، حيت هي كانت دارت معايا ديك الساعه، عطاتني واحد لاضات فاش غادي نولد. مشيت عندها فاش قربت ديك لاضات، يعني ما كانوش كيجيوني دوك الاوجاع اللي غادي يعلموك ان راه الولاده ديالك قربت. ما كان كيجيني حتى شي حاجه، عادي جدا. مشيت عندها دوزت عادي. قالت لي يعني هنا فاش دخلت في الشهر ديالي، فاش كي قلت لكم فاش قربت موعد الولاده ديالي، هذا البنات قالت لي طبيبه ضروري يعني خصك اليوم، علشان داك النهار فاش دوز قالت لي ضروري خصك اليوم تمشي للكلينيك فاش غادي نولد. بيان سور كانت هي اللي غادي تولدني، وانا كنت حيت نظرا لان هي اللي متبعه الحاله ديالي وعارفه كل شيء، بغيتها هي اللي تولدني. من طبيعه الحال مشيت لاكلينيك، قالت لي خصك تمشي باش نشوفوا الدقات ديال القلب نتاع البيبي واش نورمال، يعني واش كلشي هو هذاك. باش الا ما كانوش نورمال هنا غادي نضطروا اننا يعني نولد داك النهار. وإلا كانوا كلشي نورمال كلشي هو هذاك، لا غد ليه نجي في الصباح بكري باش نستعد انني نولد ونتعرف على البيبي ديالي. المهم البنات مشيت للكلينيك. انا كانت ديجا بعدا العياده ديالها قريبه للكلينيك، اضطريت وبغيت انني نمشي على رجليا، حيت انه في مصلحتي طونك انني لا غد ليه خصني نولد او لا يقدر نولد داك النهار مازال. فبغيت نتمشى باش تعاونني، لانه المشيه مفيده بزاف. سيرتو في داك النهار فاش غادي تولدي، عارفه راسك غادي تولدي او الليله قبل. مشيت كنتمشى حتى وصلت للعياده، دخلت نعست فوق واحد الباياس تما، داروا لي واحد لاباري فوق كرشي كيراقبوا بها دقات القلب نتاع البيبي.
بقيت على هاد الحال هذا البنات حتى شافوا لي الدقه د البيبي كلشي نورمال، كلشي هو هذاك. جات عندي الفرمليه اللي كانت يعني مقابلاني تما، قالت لي غدا في الصباح يعني خصكي تجي مع 8 ديال الصباح وتجي ما فطراش، تجي مستعده وتجيبي حوايجك، حوايج البيبي راه ان شاء الله الولاده ديالك غادي تكون غدا ان شاء الله، راني غدا ان شاء الله خصكي تولدي. حيت شافت الدوسي ديالي وكان في الدوسي ديالي انه ضروري كيخصني نولد لا غدلي. علاش؟ لان هنا داك الماء فاش كنعيش البيبي يعني عندي انا بدا كيقلال وتسخ ليا، كيف خصني نولد ضروري. يعني هنا كانت حياه الجنين وحياتي انا معرضه للخطر وخصوصا الجنين. صافي هي هذيك البنات لا غد ليه. وقالت لي الطبيبه من قبل ما ننسى، عذروني يا البنات الا كنت كنسى، راه يعني ماشي عاد ولدت، راه صافي 3 زون هادي باش ولدت يعني. وكاينين بزاف د الحوايج نساو ليا وانا يعني كنحاول نتذكرهم معكم، وكنتمنى نكون ما نسيتش حتى شي حاجه مهمه اللي غادي تقدر تفيدكم. المهم قالت لي كي قلت لكم البنات الفرمليه، قالت لي خصكي ضروري يعني تمشي هاد الليله هاد العشيه هادي، تمشي تمشي في لاكوط عندنا هنا في اكادير، يعني تمشي مشي وجي قدر المستطاع. علاش قديتي راه مزيان باش الحوض ديالك يعني يتحرك ويكون مستعد للولاده. لانه كان عندي في هذه الحاله هذه كان مزير شي شويه، حيت لانني من طبيعه الحال فاش بديت كنستعمل الدويان وهذا داكشي علاش تزير ليا شويه. مشيت بديت كنتمشى على سعدي ووعدي، كنبقى نتمشى ونمشي ونجي في لاكوط وهذا، يعني ضليت ديك العشيه كلها كنتمشى القدر المستطاع بيان سور. علاش قديت لا غد ليه في الصباح فقط انا اصلا ما نعستش، لانه راه باش تعرفي راسك انك لا غد ليه غادي تولدي يعني صافي ما شدني لا وجع لا والو، عارفه راسي انني لا مفر منها غنولد لا غد ليه. صافي ما بغاش يديني النعاس تما فين بداو كيدوروا الافكار والوسواس، واش غنولد طبيعيه، واش غنولد بالفتيح، اشنو غادي يوقع ليا وهذا الى اخره. يعني كانت القضيه شويه صعيبه. نط في الصباح ويعني ضربتني يعني الفيقه مع ديك 7 ديال الصباح، يعني من بعد ما درت واحد الغميضه خفيفه، يعني غير داتني غميضه وصافي كي قلت لكم راه ما دانيش اصلا النعاس. المهم مع ديك 7 ديال الصباح نط دوشت والدوش مهمه البنات قبل ما تمشيو يعني تولدوا، يستحسن تاخذوا واحد الدوش يكون سخون وتغسلوا هاد المنطقه هادي، يعني عند هنا وعند الكتاف ضروري. هنا كتسخنوا ظهركم باش ديك السخونيه كتعاونكم على انه الوجع يسخن يعني وتولدوا يعني بمنتهى السهوله وما تكرفسوش. فعلا انا ولكن انا كانت الحاله ديالي يعني بوحدها مستعصيه، ماشي يعني كانت الحاله ديالي استثنائيه. مشيت دوشت لبست حوايجي، هزيت معايا الشنطه ديالي والشنطه ديال بنتي ومشيت. وصلت لا كلينيك فاش غادي نولد، جلست في عند تما في لا ريسبسيون كنستنى. داروا اجراءات ديالهم اللي ديال سجلوني وصوبوا لي الدوسي ديالي وهذا، راكم عارفين الاجراءات اللي كتكون فاش يلاه كتمشيو عادي، اجراءات عاديه. من بعد جابوا داك الشاريون، داك الكرسي المتحرك باش غادي يطلعوني، داروني فيه، طلعت في لاسانسور، مشيت داوني لواحد لاصال، نفس لاصال فاش كانوا كيعبروا ليا دوك يعني فاش كيراقبوا ليا داك التخطيط نتاع القلب ديال البيبي. تما فاش جلست داروا ليا نفس لاباراي باش يشوفوا يراقبوا هذا الدقات ديال البيبي، لانه فهنا باش الا شافوا الدقات ديال البيبي ضعاف غادي يضطروا انهم يديروا ليا العمليه وما يستناوش نهائيا
لو جي يكون فيا ولا لا. هنا فاش دخلت كي قلت لكم داروا لي لاباراي، داروا لي السيروم فيه يعني المقويات، وميم طون بداو كيبيكيو ليا، يعني جلست واحد ربع ساعه بداو كيبيكيو ليا لي باري ديال لو جي. لا يوريكم البنات شي وجع، يعني شي اوجاع كتشدني، راه داك الشيء راه لا يطاق، راه ما تقدريش تستحمليه نهائيا. شي اوجاع راه صعيبه صعيبه بزاف، ما تقدريش تخيليها كيفاش دايره. المهم بقيت انا صابره، ويعني ماشي غنقول لكم كنت كنغوت ونوض تما الحيحه وكيديروا كاع العيالات وهذا، لا بالعكس، يعني كنت صابره، وكنت كان باش كنت كنصبر راسي كنقول بانه هذا راه والو قدام داكشي اللي كيستناني، هذا راه والو قدام داكشي اللي كيستناني، باش نحاول نشجع راسي. وفعلا نجحت معايا ديك القضيه. وديروا حتى نتوما البنات صدقوني راه والله الا كتنجح. يعني ديما كنت كنستنى مصعب داكشي باش كنت كنصبر راسي وصافي. يعني بقيت على هاد الحال هذا. مالوغوزمون كانت واحد السيده معايا في لا شومبر، غير ديك لا شومبر فاش كانت هي كانت مزديه مع ديالي، وكان فرق بيناتنا غير واحد الزاج، وداك الزاج ما كيبينش، كان داك الزاج اللي مضبب، وهي كانت غتولد طبيعيه، يعني طبيعيه. يعني غادي نسمع كلشي داكشي كيفاش غادي دير حتى تخرج البيبي ديالها، دوك الاصوات وداك الاوجاع كلشي داكشي غادي نسمعو. دخلت الطبيبه باش تولدها، وشتها دايره ديك لا توني ديالها باش تولدها، ودايره ديك اللعيبه هكا على نيفها وفمها. جات عندي الطبيبه دازت عليا انا هي الاولى، قالت لي لميا ما تخلعيش وما تخافيش، السيده راه غادي تولد حداك، وداكشي اللي غادي تسمعي ما تخلعيش منه، لانه راه كل سيده كتختلف على الاخرى. كاينه اللي الولاده ديالها كدوز بخير وعلى خير، ويعني ما كتحش بلوجع قاصح بزاف، وكاينه اللي كتجيها صعيبه، يعني كل وحده كتختلف على الاخرى. انا واخا قالت لي كلشي هادشي، يعني راه اش غنقول لكم، انا راه واخا يعني كلشي هاد الهضره كامله اللي قالت ما قدرتش نحبس الاحساس ديالي اللي كيحس بالخوف، ما قدرتش نحبس الحواس ديالي اللي كانوا كلهم يعني مع ديك لا شومبر ديال ديك السيده، وكنستنى اشنو رد الفعل ديالها، كيفاش غادي تولد الى اخره. بقات السيده بقات مسكينه كتعصر وكتغوت، وهذا ما ولدت تغفر ليها الله الذنوب يعني. ومن بعد ما ولدات ناضت عادي بخير وعلى خير، كحلات عينيها، لبسات حويجاتها، وهذا جابوا ليها البيبي ديالها دوشوا ليه، وتا هي كانت ولدات بنيه، ولبسات ليها لافيرميير تما حويجاتها وعطاتها ليها، وخرجات يعني داوها لا شومبر ديالها فاش غادي تستريح هي وبنتها، وعادي بحال ما ولداتش، عادي جدا. دازت قالت لي الله يفكك اختي بخير وعلى خير، وانا زعما صراحه فرحت ليها، وما كرهتش حتى انا نكون في الوضعيه ديالها، يعني متى غير نولد ونرتاح ونتهنى. هنا بداو كيدوزو السوايع وانا باقي على الالام وعلى المعاناه. هنا البنات انا صافي ما قديتش مازال نصبر، قلت لهم صافي غير توكلوا على الله وولدوني يعني بالعمليه القيصريه، ما عنديش مشكل. هنا بغيت غير امتى نتفك صافي، تيلمون وصلت لو بلافون د المعاناه، ما قدرتش مازال نصبر. صافي هنا فاش كانوا كيستناو بالطبيبه، فاش جات الطبيبه بيان سور بالطابليه ديالها باش غادي تدخل لا صال دوبيراسيون، كانت مستعده وهذا. هنا فين بداو يعني مخاوف، وبديت كنحس انني فريمون هادشي اللي فات والو، هادشي اللي جاي هو الصح. جبت ليا التيو، يعني التيو اللي غادي دير في الرحم، اللي هو يعني كيساعدك انك عوض ما تبقاي كل ساعه نايضه للحمام. وهذا كنعرفوا بان المراه اللي غادي تولد بالفتح يعني ما غاديش تقدر مازال تنوض، ما تقدرش تحرك من بلاصتها،
وهنا كيضطروا انه يديروا ليها داك التيو في الرحم ديالها. صعيب، ماشي نقول لكم سهل، صعيب. غير ديك البرا باش غادي بيكيو، يعني اش غنقول لكم، راه صعيبه صعيبه لواحد الدرجه ما يتصورهاش البال، صعيبه بزاف. الفرمليه عيات ما تلف فيا وعيات ما دير والو، كنغوت لدرجه انه كاين اللي سمع الغوات ديالي قال لك واش كنولد، واش بديت كنولد. انا راه غير الغوات ديال التيو، داك التيو اللي داروا ليا. من بعد ما دارت ليا التيو يعني كيبقى معلق غادي معاك، كتدخلي بيه لاصال دوبيراسيون. دارتني في الشاريو بيان سور، لبست غير الطابليه، قلعوا ليا كلشي حوايجي، لبست غير الطابليه. وديك الطابليه كتكون محلوله، كتكون فيها السيور من اللور. داروني في سميتو في الكرسي المتحرك، دخلوني لاصال دوبيراسيون. تما كاين واحد الباياس ديال علاش غنعس، وكاين تما داك الضوا، وشت انا داك الضوا وشداتني الدوخه، لانه الشكل ديال لاصال ودوك المقصه ودوك لي ماتيريال اللي غادي يستعملوا كيخلع. بيان سور اونتر بارونتيز ما كنخلعكمش البنات، لانه ماشي ضروري تولدوا بنفس الطريقه باش ولدوني انايا. دخلت هنا قال لي الطبيب داك البناج اللي غيبنجني، قال لي حاولي تجلسي وديري الجلسه ديالك هكا باش تحاولي تخرجي ليا العمود الفقري ديالك ونبيكي لك البرا، يعني مزيان بلا ما زعما بلا ما تشكل عليك شي خطوره ولا، لانه ديك البرا حساسه جدا. كيديروها في واحد المنطقه في العمود الفقري كتكون طالعه على جهه الكلاوي بشويه، يعني ولا جاب الله تزاكل غير بشويه مع بلاصه راه يا ربي السلامه كتادي للشلل. وهذا الشيء كلشي قالها ليا بيان سور الطبيب، فهم لي هذا الشيء كامل. وهنا فاش جا دار ليا هكا، بغى باش يقيس البلاصه بيديه باش يتاكد عادي يدير البرا، ويديه كانت بارده. وانا في داك لو مومون فاش كنت بغيت نولد كان البرد، يعني ولدت انا في شهر 3 كان فيه البرد، وكانت لاصال ديجا بارده، وانا ما لابساش حوايجي، يعني غير ديك الطابليه بوحدها. يعني ان فوا دار بسبعو هكا صحابني انا واش البرا، وانا نتهز من بلاصتي هنا فين بدا كيغوت عليا. قال لي انا فطري درت لك البرا راه تقدر تسبب لك في شي مشكل، حاولي ما تحركيش وصبري، راه غادي تحسي غير بديك النغزه ديال البرا في الاول، من بعد ما غتبقاي تحسي بحتى شي حاجه. راه الطبيبه فاش غادي تفتح لك كرشك غتبقاي تحسي غير بحال كيهرك شي واحد ولا كيدير لك بحال هكا، ما غتحسي بحتى شي حاجه وكلشي غيدوز بخير. هنا فاش بدا كيقول لي، فاش قال لي هاد الهضره هادي، يعني طمأنيت شويه، والنفسيه ديالي بعدا شويه بارابور من قبل. من بعد صافي داروني فوق البياس، تقديت داروا ليا يعني شدوني بحال هكا. هاد اليد هادي داروا ليا فيها التخطيط ديال القلب، هاد اليد هادي داروا ليا من هنايا داك سميتو باش كيعبروا لا طونسيون، لانها ضروريه باش يراقبوا لا طونسيون ياك ما طالعه، لان هنا الا كانت طالعه لا طونسيون كتاثر بزاف على الشوف نتاع البيبي. وصافي يعني بدات فاش الطبيبه من بعد ما تاكدت قاست ليا رجليا، قالت لي واش كتحسي بهم، يعني قالت لي حاولي تحركيهم ولكن ما ديريش مجهود، حركيهم عادي، وإلا جاب الله ما قدرتيش يعني تحركيهم صافي هنا غنتاكد ونبدا العمليه يعني عادي، نتاكد بانه راه شد فيك البنج. وفعلا تاكدات وبدات العمليه. وفي ديك الوقت فاش غادي تبدا كتفتح الكرش يعني كتستغرق يعني 15 دقيقه، دغيا 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 كيديروا لوبيراسيون، ما كتستغرقش واحد الوقت كبير، دغيا فتحوا ليا. يعني بديت كنسمع غير يعني غير داك فاش كيهزوا لي ماتيريال وهذا ودوك المقصه، ما كنتش يعني كنحس بتا شي حاجه في الصراحه نهائيا. وبيان سور راه ما كنتش كنشوفهم شنو كيديروا، حيت كانوا داروا واحد ليزار بيني وبينهم خضر باش ما نشوفش داكشي اللي كيديروا. فاش خرجوا ليا البيبي ديالي راه قلت لكم في ظرف وجيز خرجوا ليا بنتي وبكا وشفتها وبستها.
وصافي وخرجوها يعني باش يغسلوا ليها ويلبسوا ليها حويجاتها. واش غنقول لكم البنات، هنا بداو اوتوماتيكمون كيطيحوا ليا الدموع بلا ما نشعر. يعني داك الاحساس يعني غريب، لا يحرم شي ام من داك الاحساس. فريمون كنتمنى يعني اي وحده تحس داك الاحساس، لانه زوين زوين بزاف. اول مره تشوفي البيبي ديالك وهذا وخافوا لا طلع ليا لا طونسيون، ضربوا ليا واحد البرا، يعني خافوا لا توقع ليا شي حاجه. ضربني واحد الفرملي بعدا، ضربني هكا لوجهي، قال لي ما تبقايش تحركي وجهك، لانه في هاد الوقيته بالضبط فاش غتكوني مبنجه. يعني نصيحه لكم البنات، ما تبقاوش تحركوا راسكم هكا اغوش اي ادغوات، لا بقاو ديما على هاد لا بوزيسيون هذا، تشوفوا ديما هكا، ما تحركوا لا هنا لا هنا، لان داك التحرك كيسبب في مرض الراس. من بعد كتولي كتشدك واحد الشقيقه راه لا تطاق، وكتبقى مرافقاك حياتك كلها. يعني هذه نصيحه لكم البنات، حتى من بعد ما تفيقي، يعني من بعد ما تحسي براسك انه البنج صافي خرج لك من لوكور ديالك، ما تبقاوش تحركوا راسكم مده 24 ساعه. المهم، كي قلت لكم البنات، من بعد ما بيكا ليا ديك البرا، هنا فاش خرجوا ليا البيبي خرجات الطبيبه وخلات يعني دوك الفرامليه هما اللي يخيطوا ليا كرشي. وبديت هنا كنسمع غير داك بحال داك الصوت ديال الكرافوس طق طق طق، اشنو كيديروا الله اعلم. والخياطه فريمون البنات راه ماشي شي خياطه مشوهه ولا كي كانت قبل معيقه ولا نهائيا، كتكون في التحت نتاع الكرش خطيط هكا رقيق بزاف بحال شي ضربه بلا غازوار، يعني ما معيقاش، وكتكون طويله بحال هكا. ويعني كيشدوا لك خيط من هنا وخيط من هنا، يعني في هذا الراس وفي هذا الراس، ماشي كيكونوا الخيوطه فريمون معيقين ولا نهائيا، ودغيا كتبرا، ماشي كي كنعرفوا الفتيح ديال شحال هذا كان كياخذ مده. المهم سالاو ليا، هنا قلت لي واحد الفرملي باقي كنعقل، قلت ليه واش صافي ساليتو درتو سبارادرا، وكيضحك عليا قال لي زعما باقي دايره بالك معانا وباقي كتسناي واش غنديروا سبارادرا وهذا. من بعد ما يعني سالاو ليا كلشي، داروا ليا سبارادرا، هزوني حطوني في واحد الباياس اخر. داك الباياس هو متحرك، يعني عنده رويض من التحت باش يجيوني يعني الانعاش. قال لهم هنا قالت لهم الطبيبه ضروري خصكم ديروها يعني ديوها الانعاش. تجلس تما واحد شويه حتى نشوفوا الحاله ديالها بانه كلشي مزيان ومستقره وكلشي، عاد ديوها لاصال العاديه فين ترتاح ديك الساعه. فاش دخلت للانعاش ما قدرتش نستحمل نجلس تما، لانه كاينين تما بعض المناظر، الناس كاينين تما اللي يعني فريمون كاينين على فراش الموت، وانا ما بغيتش نشوف دوك المناظر، سيرتو انني يلا خرجت من العمليه. فبديت كنغوت عليهم تما، وهذا جات الفرمليه وخرجتني، قلت لها راني كنحس براسي بخير، غير حيدوني من هنا. صافي وراجلي حتى هو بدا كيغوت، قال لهم يعني حيدوها من تما، راه النفسيه ديالها غادي تمرض. هنا داوني لا سميتو لهذا لاصال، وفعلا يعني خرجت بواحد 2 دقائق، ماتوا 2 دقائق وحده في الانعاش. يعني كون جلست مازال تما راه فريمون كانت غادي تدمر النفسيه ديالي. صافي البنات كي قلت لكم لاصال عاديه، لبسوا لي حوايجي، جابوا لي بنتي، شفتها وهذا، غير بدا كيحيد البنج، حيت عطلوا لي شي شويه على الوقت فاش خص يضربوا لي البران تاع الكالمون. وهذه مهمه البنات، ان فوا تخرجوا لا جاب الله ولدات شي وحده فيكم بالعمليه، ضروري كيما تخرجوا يبيكيو لكم البرات الكالمون، سينو راه غادي تطيحوا في نفس الموقف فاش طحت انايا. انا راه ان فوا جيت، يعني ان فوا حيد مني البنج، راه ما نقولش لكم المعاناه باش حسيتوا دوك الالم، راه الالم بحال يلا غادي تولدي. هادشي كلشي اللي فات راه كانوا غير كيتفلاو عليك صراحه، والله الا شي الم راه ما نعاودش لكم عليه. وزادوا كملوها وجملوها، جابوا لي واحد الخنشه عامره بالرمله وحطوا عليا فوق كرشي، قال لي كوم كوا داك الدم كامل اللي بقى في الكرش يعني تخوى، وباش ما يرجعش يطلع ويضر، لانه كيضر القلب والصمام ديال القلب كيتبوشى.
انا شفت ديك الخنشه ما كدير حتى شي حاجه، داكشي غير هضره. يعني كاينين الناس اللي ما داروهاش وراه هما دابا بخير وعلى خير وما تسبب لهم داكشي حتى شي مشكل. انا هادشي ما ديك الخنشه ما نفعتني بوالو، بالعكس غير كتخسر الكرش وكتخلي شويه الكرش تكون باينه. هذا هو. واصلا اللي ولدات بالعمليه ما تنتظرش كرشها ترجع ليها مسطحه وكي كانت ليها فاش كانت من قبل بنت عاديه، لا راه كتبقى الكرش شويه باينه ملي كتولدي بالعمليه، ماشي بحال وحده اللي ولدات طبيعي. هذا من جهه. صافي بديت على داك الحريق وهذا، واخا كيديروا ليا لي باري صافي ديجا شد فيا الحريق، يعني داك الكالمون ما قضى فيا والو. واخا داروا ليا 3 لي باري، كانت لو ماكسيموم يديروا ليا 3 ما يفوتوهمش. بقى داك الحريق زيد 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 حتى اللي يعني حتى غد ليه في الصباح برد ليا شويه. هنا ما قديتش نهز حتى بنتي يعني نرضعها، ما قدرتش لانه كنحس براسي فريمون عيانه، وحيت الليله كامله وكنت كنتوجع ما قدرتش نعس. يعني حاولت نريكيبيري كاع داك النعاس اللي ما قدرتش نعسو في الصباح، نعس غير شويه. من بعد بداو كيجيو العائله والاصدقاء على سلامتك وراكم عارفين فاش كتولدي كيجيو كلشي كيبغي يشوفك ويشوف البيبي وهذا. ايوا امتى غيبداو تاني المعاناه؟ فاش غادي نوضوك باش تمشي فريمون، فاش كتبداي تمشي كتحسي براسك بحال الارض كتجبد لك الروح ديالك لتحت. هنا تاني كيبداو المعاناه. ما كنقدرش، شداتني ديك الدوخه وجدني داك لونفي ديال الرطان، ما قدرتش. صافي يعني فاش حسيت براسي ما قدرتش نتمشى جلست استريحت مزيان. بديت تاني كنتمشى 2 خطوات وكنجلس فوق الكرسي، وحتى ديك الجلسه فوق الكرسي كانت كتعقرني حيت الفتيح باقي جديد. ولكن راه البنات المشيه مزيانه بزاف اللي ولدات بالفتيح، لانها هي اللي غتساعدها بانها تبرد دغيا. وباش ما كتمشي يعني تحاولي مع راسك انك تمشي، راه غتبري دغيا وغتنوضي دغيا. وإلا كنتي كتعكزي على راسك انك تنوضي تمشي، راه هادشي كيصعب عليك الامور وكتزيدي يعني كيكون عندك المرحله نتاع الشفاء يعني طويله، يعني ما كتبريش دغيا. صافي جلست في الكلينيك تقريبا ديك 3 ايام. من بعد خرجت يعني ما الحمد لله وكلشي داز بخير وعلى خير، ما كانش عندي مشكل. من بعد ما والو مشيت للدار وتما كملت يعني تما فين بقيت مرتاحه. وهذا راكم عارفين الكلينيك واخا هكاك ما غاديش تكوني مرتاحه فيه 100%، ماشي بحال الا كنتي جالسه وسط اهلك وناسك والناس كلشي تما رادين ليك البال. وهذا بيان سور حتى في الكلينيك راه كيردوا ليك البال وكلشي، ولكن ماشي بحال. فوالا البنات سمحوا لي الا كتسمعوا الصوت ديال بنتي، لان راه كاينه غير هنا حدايا في البيت هنا حدايا كتلعب. المهم البنات هذه هي تجربتي مع العمليه القيصريه، نتمنى نكون فتكم ولو غير بشويه. وبالنسبه كمعلومه بالنسبه للبرا اللي كانت داروا ليا في الظهر، فعلا دارت ليا من بعد عواقب اللي هي كنحس بالام في الظهر ديالي فاش كيكون البرد. ما كنقدرش يعني نستحمل، لانه كيسبب ليا في الظهر، كيضرني ظهري بزاف وكيضرني روماتيزم في رجليا. هادو هما العواقب اللي كتسببها البرا نتاع ديال داك البنج ديال الظهر، البرا ديال الظهر عفوا. وكذلك المرض ديال الراس، يعني كتشدك واحد الشقيقه، يعني انفوا غير شويه ديال الشمس ولا غير شويه ديال البرد دخل لك الراس كتشدك واحد الشقيقه لا تطاق. هذا هو. ونصيحه اخيره لكم البنات، يعني المراه النفيسه كيخصها ضروري من الزفت حياتي تعقد بها راسها باش ما يدخلش ليها البرد لراسها، لانه حتى هذا كيسبب ليها في مرض الراس وكيبقى مرافقها طيله الحياه ديالها. وباش تفادى هذا الشيء تحاول تغطي راسها وتلبس عليها بينوار سخون، وهذا باش تحاول تيفيتي كاع دوك المشاكل اللي غادي يجيو ليها من بعد. فوالا نتمنى تكون لا فيديو نالت اعجاب ديالكم، ونتمنى نكون يعني توفقت
انني نوصل لكم ولو غير شويه من بعض المعلومات اللي تقدروا تستافدوا منها. وهذا لا يعني انه تقدروا تمروا بنفس التجربه اللي مريت منها انا، لان كي قلت لكم البنات كل وحده وهي وكل وحده وكيفاش غادي تولد. وكنتمنى لكم البنات بالنسبه اللي حامله الله يفكها بخير وعلى خير، وبالنسبه اللي مازال ما حاملاش الله يجيب ليها الذريه الصالحه، الله يجيب لها شي وليد ولا شي بنيه تفرح بها تفرح به ان شاء الله. وكنتمنى لكم يعني حياه مليئه بالافراح، وان شاء الله غادي نعطيكم مزيد من لي فيديو اللي غادي تستافدوا منهم. والا كان عجبتكم هاد لا فيديو هادي وبغيتوا بحال هاد الانواع ديال لي فيديو اللي كيهضروا على الحمل والنصائح وما يتعلق بالحمل، خليوها ليا في الكومونتير، وان شاء الله انا ما غاديش نتردد وندير لكم لي فيديو على الحمل. علاش لا؟ سواء كانت نصائح او ما يتعلق بالبيبي ديالك الا تولد، يعني كل ما يتعلق بالمرأة الحامل وبالرضيع ديالها. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، عارفه راسي عيقت وطولت عليكم بزاف لا فيديو، ولكن راه بغيت نوصل لكم كلشي داكشي اللي كنعرف. وما بقى لي غير نودعكم على امل لقاء بكم في فيديو اخرى ان شاء الله، ودائما مع الجديد. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتبارطاجيو مع صحابكم وديروا جيم، لانها ضروريه بالنسبه ليا، وتحفزوني وتشجعوني بالاراء ديالكم، راه مهمه بزاف ليا. والى فيديو اخرى ان شاء الله، مع السلامه.